النهارده هحاول شخصيه كرتونيه مشهوره جدا بالستايل بتاعي. وقفوا الفيديو وخمنوا هرسم مين قبل ما اوريكم من غير غش. مين جاوب صح؟ قررت ارجع السلسله دي تاني عشان بصراحه كانت ممتعه جدا. بصراحه انا ما كنتش عارفه احول توم اند جيري ازاي بالستايل بتاعي لشخصيات زي اللي انا برسمها كده. الموضوع كان صعب قوي، بس طبعا ما كانش ينفع احولهم بنتين فرسمت ولدين. عايزاكم بقى تقولي رايكم مين فيهم عجبكم اكتر. طبعا محتاجين نصلح الكارثه بتاعه جيري دي، كده متهيألي شكله احسن. نبتدي بقى نلون بالالوان الخشب الشخصيات الكرتونيه الاول، وبعد كده ننتقل بقى للشخصيات التانية. حسيت ان دول اقرب لونين هيجيبوا اللون بالظبط. الاول بشخبط وبعد كده بسيح اللون فبيبقى شكله ناعم شويه. حاسه كده اللون ظبط شويه. هكمل بقى بقيه التفاصيل وبعد كده اروح لجيري. المهم انتوا تفتكروا مين فيهم الشخصيه اللي كانت مفضله ليا وانا صغيره. خمنوا بقى في الكومنتس مين اكتر شخصيه فيهم انا كنت بحبها، وانا هديكوا كده حاجات تساعدكم في النص وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. وبرضه قولوا لي مين اكتر شخصيه انتوا كنتوا بتشجعوها وانتوا صغيرين. نيجي بقى نلون الشخصيات اللي بستايلي، وده هيكون شخصيه توم. انا كنت دايما بحس ان توم اكبر في السن من جيري، مش عارفه ليه. فعشان كده هتحسوا من الرسمتين ان فيهم حد اكبر سنا من حد. برضو عايزاكم تخمنوا مين اللي انا بلونه دلوقتي. طبعا باين من لون الشعر. لونت عينه لونها اخضر وشعره نفس لون الشعر بتاع توم. نيجي بقى الجيري اللي انا اديته تان، ما يعملوش في الساحل. ما تتخطوش، هو شبه البرتقانه بس هيظبط. انا كنت عايزه اخليه شكله مدي على البرتقاني شويه بصراحه، بس في نفس الوقت يكون شكله كانه واخد تان. وشعره كنت عايزه اعمله لون شعر جيري بالظبط اللي هو البرتقاني، فالرسمه قلبت كلها برتقانه. انا وانا صغيره كنت في دايما شخصيه كده منهم بقعد اشجعها وببقى عايزاها هي اللي تكسب وانه يمسك التاني. فانتوا بقى خمنوا مين اللي انا كنت بحبه اكتر من التاني. ومين فيكم اصلا لسه بيتفرج على توم اند جيري؟ اعتقد كلنا لسه بنتفرج عليه، محدش ينكر. كده يعتبر قرب يخلص. بصراحه كالعاده انا باجي على اخر الرسمه وبكروتها، انتوا عارفين طبعا. فاول الرسمه بيبقى ماشي حلو قوي ومتظبط قوي، واخر الرسمه لازم يتكروت بشكل مش ممكن. برضو قولولي مين اكتر شخصيه فيهم قريبه قوي للشخصيه الكرتونيه، وايه اكتر شخصيه عجبتكم فيهم. انا استخدمت في الرسمه دي الوان خشب والوان ماركرز او فلوماستر. بحس ان هم اكتر الوان بينجزوا معايا، واكتر الوان عندي فيهم كل الدرجات، فبحس ان هم برضو سهل ان انا الاقي درجات الرسمه اللي انا عايزاها. ندخل بقى على الشعر اللي انا هعمله برتقاني بجد بقى. وقولولي برضو رايكم لو كان ينفع اعمل فيهم او ازود فيهم حاجه اكتر من كده. وبس كده، متنسوش تعملوا سيف وقولولي رايكم وارسم مين المره الجايه.